السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. عندك الحمام مفيش انتاج، وعندك الحمام بيروق بيض، عندك الحمام بيجيب بيضة واحدة. هحللك الثلاث مشاكل دول بعلاج واحد فقط، علاج سحري هيحل لك كل المشاكل دي ان شاء الله تعالى. اذا كان الحمام عندك متوقف عن الانتاج، او الحمام بيجيب عندك بيضة واحدة، او الحمام بيروق عندك البيض، او الحمام بيبيض عندك بيضة بروش، كل المشاكل دي يا جماعة حلها بسيط جدا. ولكن تعال اوريك الانتاج بتاعنا الاول، واوريك ازاي ان احنا بقينا في موسم الانتاج وفي حمام والله العظيم بيبيض 3 حصوات. تعالوا بس كده عشان بس انا يعني حلفت بالله اوريكم الحمام اللي بايض 3 حصوات، وكانت نتائج غريبه الصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه اقسم بالله الحمام ده بايض 3 حصوات اهو، شوف ما شاء الله، الله اكبر. ده 3 حصوات والله تحت القص ده. ليه الخل حمام البيض 3 حصوات؟ حمام واخد كالسيوم كويس، حمام مفيش في جسمه ديدان، حمام صحته كويسه، في كلفه كويسه، حمام التهويه كويسه، حمام بيطير بيخصب كويس. ال3 بيضات بالمناسبه معمرين تمام كده، هيطلعوهم، ايوه هيطلعوهم، لو قص حنين هيطلعهم وهيكونوا مخصبين ان شاء الله، ربنا هيكرمنا فيهم ما عندناش اي مشكله. ده يا جماعه بدايه عنقود بيض جديد، الحمام ده كان مريح وبدا ان هو يشتغل تاني. ده بدايه موسم الانتاج يا جماعه. حمام حصي 3 حصوان، وعلى فكره يعني بتبقى نوادر مش بتبقى على طول. موضوع 3 حصوات ده مش بيبقى على طول. ممكن تحصل معاك امتى؟ ممكن تحصل معاك لو الحمام اول مره يبيض 3 بيضات، ولكن الاصل ده شغال يعني قديم عندي بقاله بتاع حوالي 4 سنين او 5 سنين كمان، وما شاء الله تعالى بايض 3 بيضات. ده يعني بيدل على ان في تغذيه كويسه تمام كده. طيب نبص برضو هنا يا جماعه، ما شاء الله ده حمام لحم العش. يعني البيض ده على فكره يعني قدامه اسبوع بالكتير ويفك ان شاء الله. والزغلول بتاعهم يا جماعه اهو ما شاء الله، شايفين اهو الزغلول بتاعهم ما شاء الله. على فكره بالمناسبه كانوا جايبين حصوايه واحده، كانوا جايبين حصوايه واحده اللي هي جابت الزغلول دي. فلا تعالى حصوايه واحده ايه، مسكت النتايه اديتها كالسيوم. تعالى اوريكم الكالسيوم يا جماعه اللي انا بستخدمه عشان برضو الناس تكون مستوعبه الموضوع معايا. ده يا جماعه الديكال يا جماعه، ده يا جماعه الخير البيديكال ده كالسيوم رهيب رهيب. بحط منه في القطاره اهوت، وكل فرد بديله 5 نقط وانا ماشي. القطاره هنا يا جماعه والديكال بنحطه في القطاره، وكل فرد وانا ماشي بديله 5 نقط، 5 نقط. كل الحمام السلاك المحبوس. عشان ايه؟ عشان الاقي عندي انتاج تمام كده اهو. الحمام ما شاء الله تعالى لحم العش والتمام الدنيا زي الفل. طيب ده يا جماعه برضه حمام تاني اهو، ده يا جماعه خير ما شاء الله، الله اكبر. لسه مطيرين الزغاليل بتاعتهم على فكره اهو، والله العظيم الزغاليل بتاعتهم اهي. العش اللي قبليه اهو الزغلول الاصفر ده بتاعهم تمام كده. بيجيبوا الوان ما شاء الله، الجوز ده بيجيب الوان ما شاء الله. الحصوه يتم معمرين والدنيا زي الفل. حمام هزاز ومحبوس في سلاكه، والحصو معمر ما شاء الله تمام كده. طيب مفيش حصو بروشت، مفيش القصه دي كلها. الجوز دول بقى يعني عملوا معايا، زعلوني الصراحه. الجوز دول زعلوني. لقيت في حصوايه معمره وحصوايه مش معمره. طيب انا هسيبهم راقدين على حصوايه واحده؟ لا، ما ينفعش ان انا اسيب حمام راقد على حصوايه واحده. هيقعد لي مثلا 18 يوم ويقعد 25 يوم ولا 30 يوم عشان يفطم الزغلول، كل ده عشان يجيبوا لي زغلول واحد؟ لا طبعا ما ينفعش. فانا اخد البيضه ممكن احطها تحت قص تاني تمام كده. طيب يبقى احنا هنا ده القص ده اللي جاب لي بيضه مروقه، وده وارد وده عادي وطبيعي جدا. شايفين يا جماعه ده ما يتقطعش من قدامه، خصوصا الحمام محبوس اهوت يا شباب. ده ايه؟ ده ايه يا جماعه الخير؟ ده التحديق. اخواتنا اللي في الدول العربيه اللي مش عارفين التحديق ده يعني ايه، ده صدف بحر وتراب ارض زراعيه وكسر طوب ابيض، كسر طوب احمر، اي قشر بيض عندك، شويه ملح طعام، فحم، كل ده يا جماعه بنحط في خلطه التحديق. ده الكالسيوم الطبيعي. ده يا جماعه الكالسيوم الطبيعي. انت مش لما بتذبح اي طيور بتلاقي في الانصه بتلاقي فيها تراب، وهو ده. ده يا جماعه هو ده الكالسيوم. ده لازم ينحط للحمام على فكره، بيخلي صحه الحمام زي الحديد. والكالسيوم يا جماعه يعني الكالسيوم فيه ميزه ان هو بيساعد على الهضم. يعني زغاليل زي كده مثلا، زغاليل زي كده الكالسيوم التحديد ده مهم على فكره للزغاليل والحمام الكبير والكل والنتاع، عشان تروق عشان تجيب الحصويتين. فالتحديد يا جماعه المفروض ما ينقطعش من عندك اهو. بص يا جماعه اهو ده كيس اهوت،
ده الكيس يا جماعه اهوت مقرب يخلص اهوت يا شباب، تحديد تمام كده، تحديد. حتى الحمام اللي هو طاير اللي بيروح في الحريه طبع على جنب اهوت يا شباب في تحديد تمام كده اهو، طبع على جنب حاطط له فيه تحديد. ليه؟ لان ده كنز، ده يا جماعه كنز لازم يكون موجود عندي عشان يكون عندي فيه انتاج. ده يا جماعه مش خسران حاجه. رحت لاي حد بتاع مستلزمات طيور قول له انا عايز كيس تحديق، قول له انا عايز كيس تحديق تمام كده. طيب هنا يا جماعه الحمام النفاخ، حمام النفاخ انا خدت منه حصى كتير كتير، هفضل اهلكه واخد منه حصى؟ لا. تخيلوا انا تحته ايه، تخيلوا القص ده انا حاطط تحته ايه، انا مريحه على فكره مش عايزه ينتج، او انا مش عايز النتايه تبيض تاني تمام كده. النتايه بديها كالسيوم على طول تمام، وتحديق والدنيا معاها زي الفل وكلفه متوعد. ده تحته ايه يا جماعه؟ ده بيض دواجن، ده يا جماعه بالطين بتوع دواجن. انا مرقد النتايه عليهم عشان النتايه تريح والذكر يريح، ما تفضلش تبيض على طول، وفي الوقت ده استهم بصحتها، اديها كل اللي هي محتاجاه، وهتطلع لي طبعا كتكوتين جمال. ده بيض دواجن يا جماعه اهوت معمرين وتمام زي الفل، بخليهم يحضنوه فاهمني. لان الحمام ده يعني مش حمام تاكيل، مش بيعرف ياكل بشكل كويس تمام كده. طيب ده جوز على وش شغل اهوت يا شباب، ده على وش شغل ان شاء الله هيبداوا ان هم يدوني الحصوتين ويبدا معايا موسم الانتاج تمام كده. طيب ده يا جماعه الحمام شايفين ما شاء الله، شايفين الحنيه دي، حنيه الحمامه يعني الزغاليل مقربه تتفطم. هنا فايده ان انت تختار الحمام الحنين والنتايه واقفه عليهم مضلله عليهم خايفه حد يخش عليهم. شايفين يا شباب ما شاء الله، والنتايه ديت هتلحم العش، مجهزه العش يا جماعه ايه، مجهزه العش يا جماعه الخير اهو. لان احنا قلت لكم احنا خلاص بقينا في موسم الانتاج، الحمام كله هتلاقيه بيلحم العش، وهتلاقي عندك انتاج وهتلاقي عندك خير بفضل الله تعالى اهو يا جماعه. بص خلي بالك من الذكر اللي فوق ده، زغلوله ديت النتايه اللي لسه طايره، زغلوله ديت اقسم بالله زغليله تمام. هيبدا ان هو بينادي النتايه وبيجعر النتايه تعالي، ده البيت الجديد وده المسكن الجديد، هيلحموا العش، هيلحموا العش. فهنا يا جماعه كده احنا عرفنا ان انا لازما اوفر التحديق، اوفر الديكال، اوفر البتيكال، ادي جرعه الديدان. ده يا جماعه اهو ان شاء الله، ان شاء الله يا جماعه الخير اهو ان شاء الله. بيضتين معمرين، حمام كريزلي معمر البيضتين فيهم تخصيب وتمام والدنيا زي الفل. الحمام يا جماعه لسه يعني شايفين اهوت يا جماعه الخير، ده خد العش بدأ ان هو يتجوز فاهمين اهوت شباب. نتايه راقده في، انا مش عارف هم اصلا اتجوزوا ازاي، واقفه في الحصى، واقفه في الطاجن النتايه والذكر يعني اهوت ما شاء الله. مش عارف هم اتجوزوا ازاي يعني، هم عايشين مع بعض ماشي ما علينا، ولكن هم خلاص بدأوا موسم التزاوج موسم الانتاج. فهتلاقي عندك خير كتير جدا وهتلاقي رزق عندك في كل مكان. فهنا يا جماعه اهتم بالحاجات البسيطه اللي انا قلت لك عليها جوه الفيديو. لو احتجت مني حاجه معينه اكتبها لي هقول لك عليها. يعني احنا قلنا تحديق، تدي جرعه ديدان، تدي كالسيوم، اهتم بالكلفه متنوعه، نظف المكان يا جماعه بتاعك كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، خلي فيه ريحه اكسجين كويسه. اهتم بالحاجات ديت ربنا يكرمك وتقدر تفرغ بشكل كويس وتنتج بشكل كويس. لو انت محتاج حاجه معينه اكتبها لي في الكومنتات هنرد عليك ان شاء الله تعالى. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.